اهلا بيكم مع شوية معلومات هتصدمك. انت بس اشترك في القناة وركز مع ادهم. تعرف ان 95% من الناس لو اديتهم قلم جديد وقلت لهم يجربوه هيكتبوا اسمهم؟ تعرف ان انت لو حاولت تعرف بداية حلمك مش هتعرفه ابدا؟ تعرف ان البطيخ الياباني المربع اللي هم بيبهرونا بيه ده طلع بطيخ نبات زينة ما بيتاكلش؟ طيب تعرف ان في مرض نفسي بيسيب الانسان اسمه جوان ثيرابي، والمرض ده بيخليك تفكر ان انت بقرة وتكمل حياتك بقى كأنك بقرة بقى. تعرف ان في البنوك الكبيرة بيبقى فيه دكتور نفسي اسمه دكتور الثراء. الدكتور ده بيخلي الناس الاغنياء قوي يخلوهم يحاولوا يستوعبوا كمية الفلوس اللي عندهم. تعرف ان لسانك فيها بصمة زي بصمة الصوابع، وكمان كل لسان ولسان مختلفة بصمتها عن البصمة التانية. طب تعرف ان في نعل حذائك في بكتيريا وميكروبات اكتر من موجودة على قاعدة الحمام؟ طيب تعرف ان امريكا عمرها حرفيا 247 سنة بس، يعني في بيوت مصرية قديمة اقدم منها. طيب تعرف ان في سمك القرش اكتر من 300 نوع وفي 12 بس هم اللي بيهاجموا الانسان؟ طيب تعرف ان معدتك تقدر تهضم مواص حلاقة، يعني كل الجوافة ببذرها عادي ما تخافش. العالم فيه 7 قارات وكلهم بيبتدوا بحرف الالف وبينتهوا بحرف الالف، وانا كمان يعني ببتدي بحرف الالف. تعرف ان انت لو جبت علبة بيبسي وحطيتها في مية مش هتطفو، هتغرق؟ ولو حطيت واحدة دايت هتطفو؟ طب ما هي بتلعب دايت يعني اكيد. تعرف ان مخ النعامة اصغر من عينها؟ طيب تعرف ان لبن الجمال افيد بكتير من لبن البقر؟ طيب الفيل بينام 2 ساعة بس. ايوه الفيل بينام 2 ساعة، ده معظم الثدييات ما بيناموش 2 ساعة اصلا. طيب تعرف ان صلاح الدين الايوبي كان اعرج بسبب محاولة الاغتيال ليه، ورغم كده هو من اعظم الناس في التاريخ. فاكر ايه اللي ممكن يحصل يا صديقي لو اختفى الاكسجين من على كوكب الارض لمدة 5 ثواني بس؟ اول حاجة خد نفس مع ادهم كده لحسن الاكسجين يخلص. اول حاجة كل المباني اللي مبنية من خرسانات هتقع. تاني حاجة ان المعادن كلها هتسيح على بعض. تالت حاجة ان اي حد هيروح هيتعرض لاشعة الشمس في ال5 ثواني دول هيتعرض لحروق من الدرجة الاولى. ورابع حاجة ان هتحصل مشاكل في الودان بسبب فرق الضغط. خامس حاجة ولا هتعرف تولع نار ولا هتعرف تحرق بنزين، يعني ولا اكل ولا مواصلات. وسادس حاجة ولا هي الاهم ان القشرة الارضية اصلا مكونة من 45% منها اكسجين. فكده يعني تخيل الكوكب كده ايه ينهار قدامك وانت اصلا مش عارف تتنفس. تفتكر يا صديقي انت عندك سنس الارقام ولا لا؟ سيبني اعرفك. دلوقتي لو انا قلت لك مليون ومليار وتريليون هتعرف تفرق ما بينهم؟ سنس الارقام عندك هيشتغل ولا لا؟ طيب لو ما اشتغلش سيبني اعرفك الفرق ما بينهم. اول حاجة كده المليون ثانية تساوي 11 يوم ونص. المليار ثانية تساوي 31 سنة و7 شهور. سيبني بقى اصدمك، التريليار ثانية تساوي 31,700 سنة. ها حسيت بالفرق ولا لسه؟ ولو عجبتك المعلومات اشترك في القناة ودعمنا باللايك وكومنت حلو زيك كده. سلام.